الرئيس مبارك كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. إذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذي يدير شؤون البلاد من الآن. مشاهدينا الكرام، ربما الصورة تنقل لكم. كلنا مررنا بظرف عصيب، وكما جاء في بيان السيد عمر سليمان، الرئيس مبارك قرر التخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. مررنا جميعا بفترات عصيبة في الأسابيع الثلاثة الماضية. كل منا أحب هذا الوطن. مشاهدينا، نعيد عليكم بيان السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. طالب التي طالب بها المتظاهرون أيضا حرية الرأي والتعبير. الليلة مشاهدينا الكرام، ومن قبل، أحد مكاسب ما حدث في 25 من يناير هو أن السقف قد انتزع، وأن الصوت مسموع، أو أن الصوت مسموع، وأن مشاهدينا الكرام، أنت دائما ستكون الخبر، وأنت الخبر. المشاهد المصري لن يجد في إعلامه سوى صورته الحقيقية. لكن هذا الظرف مشاهدينا الكرام يتطلب منا التكاتف، كما نقول ونؤكد، من أجل الحفاظ على مكتسبات هذا الوطن وممتلكات الوطن والمواطنين. ينبغي علينا أن نفكر بهدوء وروية قبل أو وبعد أن تذهب السكرة وتأتي الفكرة. يجب علينا أن نجلس نتحاور، كل القوى الوطنية، نسمع أنفسنا ونعطي فرصة لسماع الآخر ولقبول الآخر ولقبول الرأي، من أجل الوصول إلى خطوات عملية تضع هذا الوطن في المكانة التي نستحقها ويستحقها. أسأل نفسي في هذه اللحظة التاريخية، وبالتأكيد كلكم مشاهدين الكرام، السؤال الذي ينبغي أن نواجه به أنفسنا: ماذا عسانا فاعلون في الفترة القادمة؟ ماذا عسانا فاعلون في الفترة القادمة؟ هل يبحث كل منا عن مكسب فردي، أم نبحث جميعا عن مكسب مشترك لهذا الوطن؟ الإجابة أنا متأكد منها، أن أولئك الذين نزلوا إلى الشارع وأولئك الذين ضحوا بأرواحهم لديهم الإجابة. ينبغي أن يكون المكسب لكل هذا الوطن، المكسب في أن نضع هذا الوطن في المكانة التي يستحقها. مشاهدينا الكرام، خرج علينا نائب رئيس الجمهورية السيد عمر سليمان في بيان هام من رئاسة الجمهورية، أعلن فيه تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصب رئاسة الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان.